لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، فموضوعي لكم إن شاء الله من فضائل أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل المنزلة السامية. القرآن الكريم كله كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أنعم الله عليه بقراءته كله أو حفظه كله فتلك هي الغاية العليا والمنزلة السامية التي تشرف إليها الآناق. فقارئ القرآن يهدي الله قلبه بنور الإيمان ويقيه ظلمات يوم القيامة ويبعد عنه الشدائد ويهديه إلى صراطه المستقيم ويشرح به صدره ويجعل ملائكته يدعون له بالرحمة والمغفرة. فبالقرآن تأمر القلوب والبيوت ويؤم الخير والبركة وتخرج الشياطين منها وتبتعد عنها ويؤلي الله قدر قارئ القرآن في الدنيا والآخرة. أحبابي في الله، أهل القرآن يرجون تجارة لن تبور. إن أهل القرآن الذين تعايشوا معه بقلوبهم وجوارحهم ولم يريدوا من ورائه حطام الدنيا الزائل يرجون تجارة لن تبور، بل شهد الله عز وجل بصلاحهم. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد كان قتادة رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء، وذلك لما أثبتته لهم من الأجر العظيم والثواب المضاعف، فهم لا ينامون بالأجر وافيا وإنما يزيدهم الله إكراما وفضلا. قال القرطبي رحمه الله: هذه الزيادة هي الشفاعة في الآخرة. أيها المسلمون، لا غنى لنا عن كتاب الله عز وجل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك أونا كبيرا على مراده منه. إن كتاب الله لا يستغني عنه أي مسلم أبدا، فالفقيه يستدل بآياته، والذي يعلم الناس العقيدة يحتاج إلى كل آية في كتاب الله، ومن يعلم الناس سنن الله في الأمم السابقة يحتاج إلى كتاب الله عز وجل. وبالجملة فالقرآن منهاج حياة متكامل لا يستغني عنه مسلم بحال من الأحوال. هذا وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين.